هو بقى وفري ودبري من غير ما تقصري ده انت عارفه دي فزوره بالنسبه للستات في البيوت دلوقتي. ازاي وبدات الفكره ازاي الاول؟ والله هو الفكره بدات من سنتين كده ان انا اعمل الجروب دوت. انا كنت بحب جدا فكره الحصاله. حصاله ان احنا يبقى لازم كده كل ست بيت عندها حصاله كده، اي فكه معاها تحطها في الحصاله. احنا الحقيقه بنفتح حصالات ولادنا يعني ده اكتر يعني مش لا لازم الموضوع كده يبقى فيه اراده كده شويه، ويبقى عندك هدف ان انت بتحوشي علشانه. الحصاله مش هتخليكي، يعني هي الفكره جت من ان انت هتوفري بس مش هتأثري، يعني الموضوع مش هيأثر خالص على ميزانيه بيتك، بل بالعكس يعني انت هتعملي اللي انت عاوزاه. فانا الفكره كانت يعني ان انا اصلا كنت عامله الفكره دي فتحت الحصاله وجبت بيها حاجه ما كنتش مصدقه اصلا ان انا جمعت المبلغ ده في وقت صغير، وجبت بيها حاجه في البيت يعني حاجه كنت محتاجاها قوي. وجبت بيها فشجعت الناس على الجروب ان احنا نعمل، وفعلا تشجعوا جدا، وفي ناس كتيره جدا طبقت فكره الحصاله وجابوا حاجات. يعني ما انا عايزه اقول لك ايه حكايه الحصاله؟ اذا كنت انا بقول لك انا مصروف البيت اللي باخده في ايدي مش مكفيني اجيب لا هو البيت فكه الاساسيه. هي مجرد فكه، يعني انا مش عايز حد يستسهل موضوع الجنيه، انا احط جنيه او 2 جنيه في الاخر هيتجمعوا يعني مبلغ. هي مجرد فكه، احنا مش بنشيل مبالغ، ولو ان هو المفروض اصلا ان احنا بنبقى عاملين في تقسيمه الميزانيه عندنا ظرف للادخار، ان احنا بنحط فيه ولو جزء بسيط 10% من اجمالي الميزانيه بتاعتنا، بس يعني مع الظروف اللي احنا بنمر بيها بنحط فكه، بنشيل الفكه بتاعتنا بحيث ان هي بعد شويه بتجمع مبلغ نقدر نعمل بيه اي حاجه، تجيبي بيه حاجه لنفسك. في ناس على الجروب جمعت مبلغ وجابت حاجه ذهب يعني من سنتين، يعني لما غلي الذهب قدرت تعمل بيه حاجه وبقى عندها مبلغ. بالظبط. طب ايه تاني بتقدموه غير فكره انك ترشدي الناس ازاي يوفروا من مصروفهم جزء على جزء، يظبطوا ازاي ميزانيه بيتهم؟ يعني في ستات لسه مبتدئين، لسه اول سنه جواز، بيمسكوا المصروف بس مش بيعرفوا يتصرفوا فيه صح، يعني مش بيعرفوا يدبروه كويس، ما عندهمش حسن تدبير للمصروف. فانا كنت عامله فيديو عندي على القناه من اول ما تمسكي مصروف البيت انت بتعملي فيه ايه. حلو ده احنا هنعمله عملي معانا هنا يا جماعه في الاستوديو ان شاء الله، معانا مروه واحنا هنعمله. طيب